يا مساء الروقان على كل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من قعدة روقان. عارفين كده الشخص اللي دايما أول ما يحصل حاجة يجري يحكي ويبلغ ويوصل الكلام ويحب يبان إنه عارف كل حاجة. النوع ده اللي بنسميه بالعامية العصفورة. والنهاردة قعدتنا هتكون عن إزاي نتعامل مع الشخص العصفورة من غير ما نخسر نفسنا ولا نضيع طاقتنا. مين هو العصفورة؟ العصفورة مش شرط يكون شخص شرير، لكن غالبا هو بيكون فضولي زيادة عن اللزوم، عنده حب يظهر انه مهم وسط الناس، بيستمتع بفكرة انه يكون المصدر الاساسي للاخبار. ساعات بيكون بيوصل الكلام عشان يكسب ود ناس معينة او ياخد مصلحة. يعني باختصار هو الشخص اللي بيخلي المعلومة في ايده كأنها ورقة ضغط. خلينا نقسمهم لأنواع. العصفورة البريئة اللي مش قصده يأذي، بس لسانه خفيف وأي كلمة يسمعها يطير يحكيها. تاني نوع العصفورة المصلحجية اللي بيستخدم الكلام وسيلة عشان يقرب من الناس أو يضمن مكانه في مجموعة. تالت نوع العصفورة الخبيثة اللي بيتعمد ينقل الكلام بطريقة فيها تحريف عشان يولع نار أو يبوظ علاقة. تأثير الشخص العصفورة: وجود العصفورة وسط أي دايرة بيعمل توتر، بيخلي الناس دايما متحفزة ومش مرتاحة، بيبوظ الثقة بين الأصحاب أو زمايل الشغل، بيزرع شكوك بين شخصيات بريئة، وأحيانا يخلي المكان كله جو متوتر ومليان قلق. إزاي نتعامل مع العصفورة؟ هنا بقى مربط الفرس. أول حاجة قلل معلوماتك. أهم قاعدة ما تحكيش كل حاجة عندك، مش كل حد يستاهل يعرف تفاصيل حياتك أو خططك. تاني حاجة امتحن كلامه، لو جالك بكلام منقول ما تصدقوش بسرعة، خده كإشارة بس مش كحقيقة مطلقة. تالت حاجة واجهه بهدوء، لو لقيت ان نقله للكلام بيضرك لازم تواجهه. أنا سمعت إنك حكيت الموضوع الفلاني ده مش مقبول بالنسبة لي. رابع حاجة ما تدخلوش في لعبته، ما تخليش نقله للكلام يوقعك في فخ ردود فعل انفعالية، لأن العصفورة بيعيش على الفوضى اللي هو بيعملها. خامس حاجة خلي فيه حدود واضحة. العلاقة مع الشخص العصفورة لازم تبقى محدودة، تتعامل معاه في الأساسيات بس، لكن مش كل حاجة تديها ليه. الشخص العصفورة شبه الريشة في الهواء، دايما بيطير بالمعلومة من هنا لهناك، لكن انت لازم تكون الجبل اللي واقف ثابت. خلي معلوماتك تحت سيطرتك وما تديش لحد فرصة يستخدمها ضدك. تخيل معايا كده انك عندك بيت جميل وفيه زرع وورد. لو كل يوم في عصفورة تيجي تاخد ورقة أو بذرة وتطير، في الأول مش هتحس بحاجة، لكن بعد فترة هتلاقي البيت بقى ناقص. العلاقات برضو بتكون كده. العصفورة الصغيرة ممكن ما تبانش خطورتها في الأول، لكن مع التكرار بتسيب أثر سلبي كبير. في النهاية مش كل الناس لازم تبقى أصحاب سر، ومش كل حد يستحق ياخد مساحة جوه حياتك. العصفورة موجودة في كل مكان، في الشغل وسط الصحاب وحتى جوه العيلة، لكن انت اللي معاك الاختيار. يا اما تسيب ليه مساحة يبوظ بيها حياتك، يا اما تتعامل بذكاء وتحط الحدود اللي تحفظ طاقتك وروقانك. وبكده نكون خلصنا قعدة النهاردة. قولولي بقى، هل في حياتكم عصفورة واضحة وازاي بتتعاملوا معاها؟ استنوني في حلقة جديدة من قعدات الروقان.